آه الروح الحبيب القلب. ويلي على قولة احمد. طبعا انا اليوم لابس مثله، بس هاي ما مشوتها، لازم عمر شبيك؟ عمر اليوم باقي ما يروح. ايه انا مشوتها بس شوي اللحيه. المهم خلينا نشوفها ونرجع نسولف احنا وياكم. يلا. من هو داعش؟ داعش مشروع ما نريد نفوت ونتوغل بالتفاصيله، ولكن ما هو السبيل للخلاص من داعش؟ ان تفكك داعش من الداخل، مو تجي تهاجمها بهاي الاله العسكريه التعبانه، وبالتالي ما عندك فلوس الان تشتري سلاح. مو هي القضيه قضيه حيره، وبالتالي تجي ايران المنقذ للعراق. انتبه، المنقذ للعراق بتسقيط محافظاته بهذه الطريقه، وكانما العرب السنه راح يظلون يتفرجون عليها. لا والله، والله العظيم لو العشائر السنيه مع داعش. لا لا بس لا 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 ما نقبل والله، وهذا يمين الله اخذ من الرجال واسال يعني. لا 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 لا, لا الله يخليك مصدقك. لا ليش تحلف شيخ؟ ليش تحلف؟ صادق انت يا اخي، انت صادق، انت انسان. هسه العراقيين كلهم يعرفونك صادق، ليش تحلف؟ مو تدفع عليها كفاره يا حبيبي. دي كمل خلينا نسمع. والله وهذا يمين الله اخذ من الرجال واسال يعني كل الشيوخ العشائر على هذا الاتفاق. والله لو كانت العشائر السنيه مع داعش لقسما بالله العظيم ما يبقى واحد على ارض العراق. لو كانت العشائر السنيه مع داعش ما يبقى واحد على وجه العراق، يعني كل احنا يمحينا ما شاء الله. ليلتين ما صبرت. هاي البارحه بالجزيره وي هذا الارعن بالاتجاه المعاكس فيصل، اي فيصل قاسم، ليلتين، وقبلها بليلتين بهنا بغداد. يعني البارحه هذا قالها، وقبل ليلتين ايش قال؟ شوفوا ايش قال. اعراضنا مصانع، ولا اقول لك شغله واحده، 95% من داعش هم ابناء عشائر من وراء الظلم والحقاره اللي بعتها الحكومات المتعاقبه. شيخ علي افهم من كلامكم، شيخ علي افهم من كلامكم ان داعش هم نفسهم ابناء العشائر في الانبار. ابو ياسين ملعون ملعون، مو قلت لك بازه؟ اخذ بازه يا اخوي، استعمل بازه تفيدك حتى يصير عندك استذكار يا حبيبي. مو ما يصير هالشكل يا حبيبي. زين شنو رايك؟ الحياه حلوه، الحياه جميله، لازم الامن، لازم نستقر. هاي هديه هي لك. شنو هي الحياه؟ استقرار، الامان، يعني كل هذا حياتنا احنا كل شيء نريد بس بالحياه الامان. خطيه تريد الحياه الامان يا اخوي يا شيخنا. شفت هاي؟ يعني شكو بها الحياه تريد امان، يعني بس انت قاعد يوميا تحكي لك حكايه. هسه احنا معايلين وياك، يعني ليش تنسى بينما تموت كبير؟ يعني ذاكرتك شو تريد توصل له؟ يعني نسيت زين انت زين احنا لحظه لا تصير عصبي، لا تصير عصبي، لحظه بس انتظرني شويه خلنا. زين بشرفك، مو بس انت، كل العراقيين، كل احنا بحياتنا مثلا من نجيب دجاجه يقول يابا الدجاجه ذبح حلال على الطريقه الاسلاميه، اسلامي، اللحم اسلامي، المعلبات اسلاميه، لان احنا بلد اسلامي فعلينا ان ناكل شيء اسلامي اذا جينا من الخارج. صح لو مو صح؟ بس انا بحياتي ما شايف تشوبي اسلامي. شلون التشوب الاسلامي؟ خلينا نشوفه ابو حسين، بس لا تحلف ببداعتي، خلينا نشوفه ببداعتي، خلينا نشوف. عمي لكم حق الهتافات والهوسات والدبيج وكل شيء تريدوا، وانا ماخذ لكم رخصه من العلماء الدين، سووا لكم يوم بين يوم ويوم فصل تشوبي انا فضول. والله العظيم هذا شيء شوبي بمعنى يكون شوبي اسلامي. اي شوبي اسلامي، مو شوبي موافق للاخلاق الالبانيه. شيخنا بروح ابوك شلون تشوب الاسلامي؟ يعني مثلا نتلثم، يعني شلون؟ احنا نسمع مثلا يابا هذا سوى له مهر اسلامي، يعني ذكر النبي والرسول والاولياء الصالحين يسووا له ذكر اسلامي، مو بس شوب اسلامي. دورت كل القواميس لقيت شوب اسلامي ما لقيت. قلبت من الساعه 11 الصبح انا اقلب، ما ظل موقع، ما ظل الجوجل اخر شيء دفرني قال مو كافي شلعت قلبي. سمعتها كلها اريد شوبي، يعني مشوبين اسلامي ما عرفته.